السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم وحلقة جديدة من قناة احترف اكسل مع ممدوح. النهاردة يا جماعة بنتكلم عن دالة التوزيع العشوائي اللي هي دالة راب روز. في طبعا بالنسبة للتوزيع العشوائي في دوال تانية وبتبقى مركبة، لكن اعتقد ان دالة راب روز من اسهل الدوال اللي ممكن نستخدمها وتوفر عليك وقت ومجهود. الدالة ديت مش موجودة في الاكسل العادي، لكن موجودة في جوجل شيت. ازاي هنقدر نستخدمها او ازاي هتوفر علينا الوقت والمجهود؟ تعالوا مع بعض نبص كده. ندخل على جوجل شيت، هنيجي هنا هنلاقي مجموعة من الاسماء مثلا، وعايزين نوزعها على 3 مجموعات بحيث ان كل مجموعة عبارة عن 4 اسماء، بس توزيع عايزين نعمله توزيع عشوائي. ازاي هنستخدمها؟ نقول يساوي راب روز كده. هقول له انا عايز العمود بتاعي من الاول هنا البيانات ديت، وعايز اقسمهم واعمل الكومه بتاعتي، وعايز اقسمهم على 3 مجموعات، واقفل القوس بتاعي وادوس انتر. كده هو قسم لي المجموعات بكل سهوله. اخد دي كده كوبي واروح على شيت الاكسل اللي انا شغال عليه واعمل له بيست بالشكل ده. اعتقد ان الموضوع ما خدش وقت ولا خد مجهود، فاعتقد ان دي من الطرق السهله جدا اللي ممكن توفر عليك وقت ومجهود ان انت تقدر تعمل بيها توزيع عشوائي. ده كان موضوع حلقتنا النهارده. ارجو ان يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش دعم القناه بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنساش تعمل فولو. السلام عليكم.